اهلا بيكم في قناة كايرو جاردن، قناة الزراعة المنزلية. لو انت اول مرة تتفرج على فيديوهات كايرو جاردن بتعمل فيديوهات عن الزراعة في المنزل ورعاية النباتات والحفاظ عليها. لو انت اول مرة تتفرج اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. النهاردة زي ما عنوان الفيديو بيقول هقول لكم على 3 حاجات لازم تعرفها قبل ما تشتري اي نبات، خاصة دلوقتي في مصر في معرض الزهور او في اي بلد تانية. قبل ما تشتري النبات ال3 حاجات دي مهمة جدا. يلا خلينا نبدأ بالحاجة الأولانية. أول حاجة لازم تعرفها هي إيه هو نوع النبات. نوع النبات ده ممكن تعرفه بكذا طريقة. أسهل طريقة هي إن أنت تسأل الراجل اللي بتشتري منه نوع النبات ده اسمه إيه، ولازم تسأله على نوع النبات الاسم العلمي مش الاسم الموجود في كل بلد، لأن في الدول العربية بتاعتنا كل بلد ليها اسم حركي للنبات مش الاسم العلمي. حاول تعرف أول حاجة الاسم العلمي. ليه بنعرف الاسم العلمي؟ زي ما انتم شايفين في الصورة دلوقتي في نباتات كتيرة جدا 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 بره بيبقى لازم الاسم العلمي موجود. ليه؟ لان دلوقتي احنا في زمن ان انت تقدر تدور على كل حاجة عن احتياجات النباتات من اسمه. يعني لو انت معاك اسم النبات هتقدر تعرف تحط له ميه امتى، في الظل او في النور، بيزهر كل قد ايه، محتاج حرارة درجة حرارة عاملة ازاي. كل حاجة ممكن تعرفها من الاسم العلمي. يبقى اول حاجة اعرف الاسم العلمي للنبات، وما يكونش الاسم الحركي. في الدول العربية يكون الاسم العلمي لان ده هيساعدك جدا، ومن خلال جوجل او السيرش بتقدر تعرف كل حاجة النبات محتاجها. يفضل لو انت بره مصر او في مصر وفي محل زرع كويس ان انت يكون الزرع اللي هتشتريه عليه ليبل بمعنى زي حاجة عليها الارشادات زي ما انت شايف في الصورة كده، بيبقى مكتوب فيها كل حاجة النبات محتاجها غير الاسم. يعني الاسم وفي ظهر الورقة بيبقى مكتوب بتحتاج مية قد ايه، نور ولا ظل، شمس ولا محتاجة درجة حرارة عاملة ازاي. فالورقة دي مهمة جدا. طبعا لو انت مفيش الورقة دي زي ما قلت لك اسأل على الاسم العلمي. رقم 2، لازم يكون النبات اللي هتشتريه يكون سليم. يبقى تأكد من صحة النبات اللي هتشتريه، بمعنى ان الزرع اللي انت هتشتريه لازم تتأكد ان ما يكونش فيه ورق واقع، ما يكونش دبلان، ما يكونش الورق فيه اصفر او اسود او نقط، او ما يكونش فيه حشرات تحت الورق الاخضر. تأكد ان الزرعة يكون شكلها كويس جدا وخضرة وصحية ونشيطة زي الزرعة اللي في الصورة دي بالظبط. دي تشتريها سليمة، حتى لو البياع حاول يقنعك ان ده حاجة وهتعدي او دي ورقة صغيرة. اي عرض لنبات تعبان ما تشتريهوش. لو انت عايز النبات يعيش عندك في البيت بشكل كويس خلي بالك اشتري نبات سليم ما فيهوش اي مشكلة، ما فيهوش اي ورقة سودة، اي ورقة مخرمة او حشرات. رقم 3، ودي حاجة مهمة جدا 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 جدا، اسأل نفسك النبات ده هتحطه فين عندك في البيت. بمعنى انت لو هتشتري نبات، قبل ما تشتري اي نبات ما تشتريش نبات عشان شكله حلو. قبل ما تشتري اي نبات وانت رايح المعرض او انت رايح المشتل اللي هتشتري منه نباتات، فكر انت عايز نبات تحطه فين، وعلى حسب ما انت عايز نبات تحطه فين بتقدر تدور على النبات اللي انت عايزه. بمعنى مثلا لو انت عايز تجيب نبات تحطه جنب شباك، النبات ده هيبقى نص ظل نص شمس، مش هتجيب نبات شمس. لو انت عايز نبات تحطه في البلكونة والشمس بتجيلك في البلكونة 6 ساعات او 7 ساعات في اليوم، تقدر تحط فيها نبات شمس زي الجهنمية زي الهيبسكس زي النباتات دي كلها. لو انت عندك جوه الشقة الشمس مش بتدخل، بيبقى فيها نور بسيط بيجي بتاع الصبح بس مفيش شمس مباشرة، بتجيب على طول نبات ظل. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. وتبدأ بال3 خطوات دول تحدد نوع النبات اللي هتجيبه، وتحدد النبات اللي انت هتجيبه يكون نبات صحته كويسة. اتمنى يكونوا ال3 خطوات دول ساعدوكوا. الخطوات دي عن تجربة بتخلي لك النبات اللي عندك يقعد لأطول مدة ممكنة. انا عامل فيديوهات كتيرة جدا جدا لرعاية النباتات اللي موجودة اوريدي عندك في البيت، وعن الري وعن التسميد. برضو تابعوا الفيديوهات اللي موجودة على القناة، ممكن تساعدكم. لو انت لسه اول مرة تتفرج على فيديوهات كايرو جاردن وحابب تتفرج على فيديوهات زي دي كتير، اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش تعمل لايك وشير للقناة وللفيديو. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة.